في ناس مهما تلبس هدوم نضيفة وغالية جدا بتفضل الوساخة برضه جواهم. اهي الناس دي بالظبط بتبقى عاملة زي الحمار، حتى لو عملوا له اللجام بتاعته دهب بيفضل طول عمره حمار. علشان كده الناس دي عمرها ما هتتغير، والوساخة هتفضل مالية قلوبهم من جوه. لو مش قد السر ما تسمعوش، ولو مش قد الكلمة ما تقولهاش، ولو مش قد العيش والملح ما تطفحوش. خلي بالك من غدر الناس القريبة منك اكتر من الناس البعيدة عنك، لان الناس اللي بعيدة عنك لو غدرت بيك في يوم من الايام وحدفوا عليك اي حاجة بنسبة كبيرة هتيجي في جسمك، انما القريب منك يوم ما هيخبطك بحاجة الخبطة هتيجي في القلب على طول. علشان كده خلي بالك قوي من الناس القريبة منك، وربنا يكفيك شرهم. في ناس احنا مش بنكرههم، بس احساسنا من ناحيتهم اتغير خالص، بقينا بنحب نشوفهم بخير وعايشين وخلاص على كده، بس قربهم لينا ما بقاش يهمنا. هي دي الناس اللي ماتت وهي عايشة بالنسبة لنا. اوعى تدي بني ادم اكبر من قيمته، خليك زي رقم واحد في جدول الضرب، مهما بيتضرب في اي رقم ما بتفرقش معاه، علشان هو رقم واحد ما بيديش قيمة لأي رقم تاني. علشان كده خليك انت رقم واحد، واوعى تدي لحد قيمة اكبر من قيمته. معاش ولا كان اللي يقف قدامي واللي الشيطان هيوزه او ذكائه يخونه يفكر يحط راسه براسي. انا هخلي وشه سجادة اللي رايح واللي جاي يدوس عليها، مش انا اللي هيب من حد، ومش انا اللي طاطي راسي. انا هفضل كاسر عينكم وحارقكم طول ما انا عايش. سلام.